سمبوسة البف من أرقى وأفخم أنواع السمبوسة اللي ممكن تعملوها، وطعمها طلع أكتر من مميز. أول إشي عندي هون رح ندخل عنا 3 أكواب من الطحين. أنا نخلت هون أول إشي كوبين، وبعدين رجعت نخلت كوب، أضفت عليه 3 معالق كبيرة من النشا ومعلقة من الملح. نخلتهم كتير منيح مع بعض. بعدين رجعت أضفت ربع كوب من الزيت النباتي، فركته مع العجين بأطراف الأصابع زي ما إحنا شايفين. رح نبلش نعجن فيها ونضيف عنا المية بالتدريج. هون العجينة أخذت مني تقريبا كوب ربع من المي. بنضلنا نعجن فيها لتتكون عنا عجينة ملسة وما بتلزق بالإيد. رح نتركها عنا على جنب لترتاح نص ساعة تقريبا. بهالوقت رح نعمل الحشوة. هون احتاجت نص كيلو من اللحم المفروم. أول ما نشفت ميته وتغير لونه أضفت عليه بصل وزيت نباتي، تشكيلة من البهارات، ورجعت حركتهم. أضفت عليهم حبة صغيرة من البندورة المقشرة والمقطعة كتير صغير، وشوية كمان عنا من دبس الرمان إضافة اختيارية، وآخر إشي أضفت عنا بقدونس، وهيك صارت حشوتنا جاهزة. رح نبلش عنا نفرد بالعجين زي ما احنا شايفين. انا بحب افردها تكون شوي رقيقة. وبعدين عنا بقوالب البف بالقاعدة بنحاول نقسمها لحتى تيجي الحبات مناسبة لحجم القالب. بنبلش نحط عنا بالحشوة وبندهن عنا الاطراف بالمي، وبنسكر عنا القالب لنشوف عنا النتيجة ما احلاها. شوفوا عنا كيف بتطلع. هون عندي انا بعد ما خلصت الكمية بهالمرحلة ممكن انكم انتو تفرزينوها. رح نبلش بنقلي فيها بزيت غزير وحامي. بنضلنا نحرك فيها لنحصل على هالنتيجة الرائعة. وصحتين.